الحقيني، حرقت البلوزه اللي انا كنت هنزل بيها الجامعه. حرقت البلوزه اللي انا لسه جايباها لك. الهي يا رب تتحرقي في نار جهنم بكل جنيه انا دفعته من دم قلبي، عشان ساعتها تبقي تعرفي قيمه النعمه. يا بنتي انا ما بشوفش الا من وشك النكد والنحس، رايحه تكسري جايه بنكد. نفسي افهم انت لازمتك ايه في البيت. تمام يا ماما. قلت لبابا على الفلوس اللي انا قلت لك عليها عشان اروح اشوف منها بعد الجامعه. فلوس ايه يا بجحه يا كبله اللي ما بتحسيش؟ عماله اهزق فيك وتقولي لي فلوس من بابا. لسه حارقه بلوزه بالشيء الفلاني وجايه تقولي لي عايزه فلوس. فكرك هتستفزيني واقول لك اقعدي مفيش نزول؟ لا انزلي، لان ببساطه عايزاكي تغوري من وشي عشان مش قادره اشوفك في البيت. يا شيخه الهي ربنا ياخدك ويريحني منك. وايه تاني يا ماما؟ في دعوه في الدنيا ما دعتهاش عليا؟ من ساعه ما جيت الدنيا دي الا ربنا ياخدك، الهي تتحرقي ان شاء الله ما تشوفي خير، يا رب الفشل كله يتكتب لك. ماما على فكره طول الوقت الناس كلها عايشه بكرم وبدعاء امهاتهم وابهاتهم ليهم، انا الوحيده طول ما انا بره ما افتكرش الا دعاكي عليا. بحس طول ما انا ماشيه ان عمري ما ربنا ما هيوفقني وعمري ما هشوف خير، وحتى لو حسيت من جوايا ان استاهله بفتكر دعوتك ليا. ماما متخيله لو انا بره بفتكر دعاكي ليا؟ ازاي هتصرف وازاي هتعامل؟ ازاي حتى هدخل محاضره بنفسي واركز واسمع؟ ازاي ممكن لو اشتغلت اجتهد عشان خاطر ماما بتدعي لي؟ يا ماما الام والاب لما بيدعوا اولادهم دي نعمه كبيره قوي، ما تحرمينيش منها يا ماما. فكرتي اللحظه لو انا نزلت دلوقتي وجرالي حاجه وما رجعتش هتعيشي انت عمرك كله بذنب واحساس عامل ازاي؟ بقول لك ايه، ما تعمليش دراما على الصبح. ما كل الامهات بتدعي على اولادها وتكره اللي يقول امين. من امتى يعني دعوه الام على اولادها مستجابه؟ ما انا طول عمري امي بتدعي عليا وديني قاعده قدامك اهو. وبعدين ما تحسنيش مثلا ان انت فيك حاجه عدله عشان ادعي لك. الدعوه يا ماما ما فيهاش من قدام القلب ومن ورا القلب. الدعوه دي طلب بنطلبه بخالص النيه لربنا سبحانه وتعالى، وعلشان كده ديننا نهانا ان احنا ندعي على اولادنا ولا على نفسنا. وبعدين يا ماما لو انا وحشه قوي وفعلا فيا كل العبر، ادعي لي ادعي لي ربنا يهديني، ساعتها ربنا ان شاء الله يستجيب منك. عامله ايه يا ماما؟ وعليكم السلام. ما بدري؟ ايه اللي اخرك كل ده؟ ما اتاخرتش ولا حاجه يا ماما، يا دوب خلصت وليلى وصلتني البيت على طول. ليلى برضو؟ على فكره انا كنت واقفه في البلكونه وسيادتك نازله من العربيه في واحد بيوصلك. ايوه ماما، ما اللي وصلني ده اخو ليلى، لو حضرتك كنت بصيتي قدام كنت هتلاقي ان ليلى قاعده جنبه وانا قاعده ورا. هما بس اصروا يوصلوني عشان ما امشيش في الشارع لوحدي. ايه المشكله؟ بس ما ابتديناش كذب وتاليف في اي وكل حاجه. انت فاكرك انا ما باخدش بالي من سهرك بالليل على التليفون؟ انت فاكره ماما هبله؟ لا يا ماما انت فاهمه غلط. هو انا بمسك التليفون من الملل والزهق، لان حاسه اني ماليش اي لازمه في الحياه. انا حتى فقدت الشغف في ان انا اعمل اي حاجه في الدنيا دي. انا بس كل اللي محتاجاه ان حد يسمعني ويصدقني مره. نفسي اسالك على حاجه وتردي من غير دراما وتحوير وتاليف وكذب. وبعدين عايز اسالك على حاجه، فين الفلوس اللي انا كنت سايباها على ترابيزه السفره الصبح؟ والله العظيم ما بحور. عموما الفلوس انا شفت حضرتك بتدي منها البواب الصبح قبل ما انزل. تلاقيك انت اللي خدتيهم يا كدابه. ما انت بتكدبي في كل واي حاجه يا حته كدابه. عايزه تطلعيني عندي زهايمر، يا اما ما بسمعش او ما بشوفش. كفايه تاليف يا ماما، انا ما مدتش ايدي عليهم. وبعدين انا لو اخدت منهم كنت هقول لحضرتك كنت هخاف من ايه؟ حضرتك كده كده ما تحشيش حاجه مني. انا تعبت بجد. الصور دي يا رب استر يا رب. يا رب اعمل ايه؟ يا رب اعمل ايه؟ ماما ايه تاني؟ ماما الحقيني، في حد بعت لي الصور دي على موبايلي، شوفيها. ماما دي صور متفبركه. انت طبعا عارفه ان ده مش انا، صح؟ ماما انت ساكته ليه؟ بتقلبي في ايه؟ والله ما انا. الصور دي الصور دي ايه المصايب دي؟ يا ماما والله العظيم ما انا جايه اقول لك اعمل ايه واتصرف ازاي، ما تسيبينيش كده وتتهميني. كفايه حرام عليك فضحتيني. كفايه شوفي كدبك وصلنا لايه، هتعميني؟ ما انت اللي في الصور اهو. ايه المناظر دي صورتيها فين؟ انطقي. والله العظيم ما انا، والله ما انا هجيب لك احلف لك عليه. ثواني هجيب لك المصحف. تعالي لي ما تجيبليش مصاحف. انا مش عاميه، انا شايفه انت اللي في الصور. اتصورتي الصور دي ازاي؟ اجيبها عشان تصدقيني. والله يا ماما ما كان معايا واحد في العربيه، والله كان اخو صاحبتي. والله ما انا اللي خدت الفلوس يومها انت اديتيها للبواب. والله ما انا كل حاجه اتهمتني بيها وكذبتني فيها يا ماما. انت ما بتتعبيش من الكذب؟ هتعيشي وتموتي بتكذبي؟ يعني الحاجه شايفاها بعيني وبرضه لسه بتقاوحي؟ يا شيخه كفايه، عايزه توصلي لنا ايه تاني؟ والله ما اعرف حاجه عن الصور دي، هتصدقني ازاي؟ والله ما انا، والله ما انا. مفيش حد هيصدقني. ماما طول الوقت كان نفسي تسمعيني وتفهميني وتحسي بيا. عمري ما حسيت بشعور الثقه والامان. عمري ما عرفت الجا لك ولا احكي لك على مشكله انا بتعرض لها. عمري ما استنيتك تقفي جنبي لان عارفه انك دايما هتتهميني وتكذبيني. صدقتي الصور الساكته وكدبتي بنتك اللي عماله تتكلم وتقف وتدافع عن نفسها وتحلف لك ان هي ما عملتش حاجه غلط، وان انت عرفتي تربيها.
كان نفسي تحاولي تسمعيني، يمكن كنت تصدقيني حتى لو مش هتقدري تحتويني ولا حتى تساعديني. انا مش هضايقك تاني يا ماما،